الارض اتسحبت منك عشان انت بعت جزء كبير منها لمستثمر كبير، والارض دي المفروض اللي هي متخصصه لك عشان تعمل عليها استاد وتعمل فرع تاني للنادي. انت دلوقتي طالع مصدر للجمهور بتاعك ومصدر للاعلام دور المظلوميه، ان الدوله مجرد ما شافت الزمالك وقف على رجله عملت ايه؟ سحبت منه الارض عشان تهد نادي الزمالك. الكلام ده مش موجود. بطل كذب وتدليس، ما تضحكش على الجمهور بتاعك. الارض دي المفروض اللي هي متخصصه لك علشان خاطر تبني عليها استاد وتبني عليها ايه؟ فرع تاني للنادي. بعتها ليه؟ انت مش من حقك اللي انت تبيعها، او مش من حقك اللي انت تبيع جزء منها او تدخل شريك معاك كمان وتبني كومباوند سكني. فانت اللي عملت كده في نفسك. فما تضحكش علينا وتضحك على الجمهور بتاعك الغلبان وتطلع تقول له ده سحبوا الارض عشان عايزين يهدوا نادي الزمالك. بطل كذب وتدليس، بطل كذب وتدليس. اتفضحت وكل مدى ربنا بيفضحك سبحان الله. انا عايز بقى، عندي فضول كبير، عايز اعرف الموضوع ده هيتحل ازاي. عايز اعرف بجد الموضوع ده هيتحل ازاي. انت المطالب اللي انت تدفع مليار جنيه للمستثمر وترجع الارض هيتحل ازاي؟ عايزين نشوف بقى في الموقف ده مين نادي الدولة. ابعتها له.